السلام عليكم. انا نفسي اعرف واسال سؤال واحد بس، احنا ليه بعد ما بنشوف الاهلي بيقدم عظمه وجمال وابداع في كره القدم وتحس ان الاهلي قلب فجاه على مانشستر سيتي فرع القاهره، نيجي هنقول خلاص بقى هنشوف المنتخب المصري بيلعب قدام غينيا، هنشوف المنتخب المصري بتاعنا قوه ضاربه، هنشوف المنتخب المصري بتاعنا هيمسك غينيا هيعلق عليهم 3-4 وهيديهم سكور ويقول لهم يلا مع السلامه ويركبهم التاكسي. فجأة نبص للمنتخب المصري حمادة تاني خالص. المنتخب بيأدي شوط أول سيء جدا 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 بدنيا وفنيا وكرويا ومعنويا. حتى الكرة اللي احنا كنا بنأديها في أفريقيا بقلبنا وبروحنا وبالعزيمة وبالرجولة ما كانتش موجودة أصلا. يا باشا فوق، انت بتلعب بتيشيرت المنتخب المصري، انت لابس تيشيرت منتخب مصر، يعني لازم تكون قد المسؤولية، لازم تنزل المباراة وتكون راجل. فيتوريا لازم يجتمع مع اللعيبة ويقعد مع اللعيبة ويعرفهم حجم المسؤولية اللي داخلين عليهم. انت هتلعب في افريقيا لما انت قدام غينيا اللي هي اصلا تصنيفها بيدل ان هي ما بتلعبش كرة قدم اصلا، ملهاش في اللعبة، ملهاش في الشغلانة. تصنيفها بتتكلم في فريق تصنيفه 79 عالميا وال15 افريقيا، بينما انت ال30 والخامس افريقيا. يعني انت ليك تصنيف وليك في اللعبة وليك في الشغلانة، وبتأدي قدامهم اداء باهت جدا جدا، فقير جدا جدا، منتخب قليل قوي فنيا وبدنيا. ايه اللي بيحصل؟ محمد صلاح تحس ان هو بيلعب هو خايف على نفسه من الاصابة، كل كرة بيقلش وبيطلع بره. ده محمد صلاح بتتلعب له كرة من تريزيجيه بيضربها، الحارس بيصدها، محمد صلاح ليه بيقع وبيطلع الكرة بره بتقلش منه كذا كرة ومحمد صلاح بيقلش. هكذا زيزو بيلعبه في نص الملعب مش مركزه اساسا، تحس ان في عك كروي، تحس ان المنتخب ده مش المنتخب اللي اقل اداء بيطلع فيه الفرق دي كانت بتاخد 3-4. منتخب مصر وروح والعزيمة اللي بيلعب بيها اللاعب مش موجودة، حتى الأداء الجماعي مش موجود، الأداء الفردي مش موجود، ولا الروح القتالية اللي كانت عندنا موجودة. عشان ندخل الماتش واحنا بنتفرج كده على منتخب بيستنى ردة فعل قدام غينيا، بيعمل ردة فعل قدام غينيا قدام فريق ملوكش في الكرة أصلا، بيسجل فيك هدف ولا أروع. الواد من على الشمال بيحطها اسيست 1-2 بعدين بيحطها في الجون، هدف سريع جدا وقوي جدا. ايه العيال دي؟ بعد كده بيجي التعديل من تريزيجيه ومحمد صلاح، محمد صلاح بيعمل اسيست جميل وتريزيجيه بيحطها. الهدف الثاني برضو بيحطها تريزيجيه لمصطفى محمد اللي بيحط صاروخ في مرمى الحارس الغيني عشان المنتخب المصري يكسب 2-1 ويصعد افريقيا كوت ديفوار ان شاء الله. رغم ذلك في تحفظ كبير جدا من اللعيبه في الاداء، في علامات استفهام كتيره جدا جدا على اداء المنتخب، وشكل المنتخب مرعب، شكل المنتخب يرعبك يخوفك يقلقك يخليك مش مطمن لاداء منتخب مصر في بطوله افريقيا. انت هنا بتقابل غينيا، اثيوبيا، ملاوي اللي هي 137 عالميا 79 افريقيا، يعني برضو ملهاش في الشغلانه هي الاخرى. اذا انت قدام الفرق دي وبتظهر بالشكل الباهت الضعيف ده. اما لما تروح بقى افريقيا في كوت ديفوار ده انت هتقابل تنانين وقروش واسماك قروش وحيتان، وهتقابل يا باشا بلاوي زرقاء. ده احنا داخلين على بلاوي زرقاء في افريقيا. السنغال، انت عارف يعني ايه السنغال اللي واخداك رايح جاي، نيجيريا، المغرب، الكاميرون، كوت ديفوار، مين كمان، تونس، الجزائر، المغرب. ده في تنانين جايه علينا ورا بتبخ نار اساسا. انت كده بتلعب قدام غينيا، اما لما تروح للبلاوي دي هتعمل ايه؟ المنتخب كان شكله يخض، المنتخب شكله كان يخوف، اداء سيء جدا، مفيش الروح بتاعتنا، مفيش الروح القتاليه، مفيش الاداء الرجولي. ورغم ذلك اي نعم صعدنا، لكن المباراة دي كنا نفسنا نشوف المنتخب بتاعنا وهو بيأدي كورة، كنا عايزين نشوف المنتخب بتاعنا وهو بيسجل الثاني والثالث والرابع وبيعمل عظمة وبيعمل كورة ومثلثات ومربعات واسيستات
وتيكا تاكا، كانوا عايزين نشوف كوره فعلا من المنتخب المصري بيقدمها. رغم ذلك الف مبروك للمنتخب المصري الصعود والمرور للبطوله الافريقيه في كوت ديفوار ان شاء الله. نتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري فيما هو قادم. نتمنى من فيتوريا يقعد ويفهم اللعيبه اكتر من كده. نتمنى من فيتوريا، هنصبر عليه، ده كده كده شئنا ام ابينا، هنصبر. لازم اكيد هندعم المنتخب المصري وهنشجعه وهنسبورته ونآزر ليه حتى لو كان بيقدم مستوى باهت وضعيف جدا. هنصبر على فيتوريا، هنصبر على اداء المنتخب المصري اللي ما كانش احسن حاجه. كنا عايزين المنتخب بتاعنا بقى يلعب بقى ويورينا العظمه والجمال بقى، ورغم ذلك شفنا مباراه سيئه جدا 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 لابعد الحدود، فقيره في الفنيات، فقيره في الاداء الرجولي، فقيره في الروح القتاليه اللي احنا متعودين عليها للمنتخب بتاعنا. انت بتتكلم في منتخب مرتين افريقيا وصول للنهائي. والله لما تيجي تشوف تريزيجيه في المؤتمر الصحفي اللي اتعمل بعد المباراه، دموعه لسه موجوده من افريقيا، اخر افريقيا لنا لما خرجنا على ايد السنغال. دموعه لسه موجوده. الراجل وهو بيقول مرتين نوصل للنهائي وما ناخدش البطوله. تريزيجيه طلع بصراحه بتصريحات جميله جدا عجبتني على المستوى الشخصي، يبين قد ايه هو لاعب راجل ولاعب عنده وعي فني، لاعب تقيل جدا كده وهادي وراسي في تصريحاته، واثق من نفسه. بيقول على المصريين احترام هذا الجيل، على المصريين ان هم يقفوا ورا الجيل ده ويدعموه، على المصريين ان هم يعرفوا ان الجيل ده وصل لمرتين افريقيا ومره لكاس العالم، وان هو ان شاء الله يحقق انجاز كبير، وان احنا بيطالب الراجل ان احنا نسبورته وندعم ونثق فيهم. كل الثقة طبعا في المنتخب المصري وشباب ورجالة المنتخب المصري وفيتوريا ان شاء الله. الراجل بصراحة تصريحاته حلوة ومتزنة، بيقول لك انا كنت باجي من اصابة ولما يطلب مني ان انا اشارك وانزل كنت بشارك وبلعب، ما عنديش اي مشكلة. الراجل تصريحاته حلوة جدا، وهو اللي اخد المان ذا ماتش. طبعا المان ذا مباراة، خد ارجل واحد في المباراة، او خد الرجل المباراة. هو ارجل واحد على فكرة في المباراة في الاداء بتاعه، نزل غير الدنيا، كسر الدنيا. هو اللي عمل الجون وهو اللي عمل الاسيست وهو اللي كان بيشوط من بره. يعني الراجل فعلا مان اوف ذا ماتش، هو رجل المباراة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هو رجل المباراة برضو تصريحاته حلوة وهادية. لما الراجل سأله على الإساءة اللي تلقاها في آخر مباراة في ناديه في تركيا، قال لك والله من حسن حظ اللاعب اللي هو بصق عليه وهو بيسجد ان انا ما شفتوش لاني لو شفته كنت هاخد ردة فعل واكشن كان هيوقفني 9 مباريات، يعني كان هيقوم يشرحه. فحظ اللاعب اللي اساء لمحمود تريزيجيه انه ما شافوش وهو بيبصق عليه. المنتخب المصري والمباراة الأخيرة بكل همومها وبكل سلبياتها وإيجابياتها، مبروك المنتخب المصري للتأهل. تعالى نرجع لملف النادي الأهلي في بطولة أفريقيا والتوهج والعظمة والتألق وضرب النار اللي كان بيأديه في البطولة بعد ما جه من بعيد قوي من دوري المجموعات اللي كان متعثر فيه وما كانش فيه أحسن حاجة، بعد ما اتضرب 5-2 من صن داونز وخسر من الهلال في درمان، عشان يجي في الادوار الاقصائيه وينفجر على الفرق ويطلع فريق ورا اخر يقصي الرجاء وهكذا الترجي وياخد البطوله من الوداد في قلب كازابلانكا. كل ده لازم يكون ليه رد فعل، كل ده لازم يكون في اكشن يتاخد ضده او في اكشن يتاخد عليه. ايه الاكشن اللي اتاخد؟ اللي هو التهنئه اللي جت من كل الانديه. استون فيلا بتبعت للنادي الاهلي بتقول له تعبنا من التهنئه لهذا النادي، وبتهنيه على البطوله ال11 في الشامبيونز ليج الافريقي. وهكذا المان سيتي بيبعت برقيه تهنئه للنادي الاهلي بيقول له الف مبروك مستنيينك يا سيدي في كاس العالم. وهكذا يوفنتوس وهكذا مانشستر يونايتد، ومستنيين ريال مدريد اللي هي حاسه ان هي عندها سيك التخوف كده، متخوفه سيك على عدد الالقاب القاريه اللي هي متحصله عليه. النادي الاهلي خلاص قرب يوصل ويضرب الرقم بتاعهم. الف مبروك للنادي الاهلي لكل العظمه اللي قدم لها، كل العظمه اللي قدمها النادي الاهلي. طبعا لازم يكون في رد فعل عالمي اللي حصل. الصحف الهولنديه بتكتب النادي الاهلي يقتل
الوداد في قلب كازابلانكا ويفتك 11. وهكذا الصحف الأسبانية كتب النادي الأهلي بيضرب الوداد المغربي في كازابلانكا وياخد 11. وهكذا الصحف البرتغالية برضو اتكلمت على النادي الأهلي. كل الصحف العالمية بتتكلم على النادي الأهلي والجمال اللي قدمه النادي الأهلي. النادي الأهلي بصراحة رفع الكرة العربية لفوق فوق، رفع الكرة المصرية في مكان تاني ونقلها في مكان تاني أفريقيا. بمعروف إن في نادي تقيل بياكل الأخضر واليابس في البطولات الأفريقية والبطولات القارية.